سنتحدث عن 10 علامات تشير إلى أن والديك ربما يساهمان في اكتئابك. الآن من المهم ملاحظة أن الاكتئاب يمكن أن يكون ناتجا من مجموعة متنوعة من العوامل، وليس من الممكن دائما تحديد سبب واحد، ومع ذلك يمكن أن يكون لعلاقتك مع والديك تأثير كبير على صحتك العقلية. لذلك هذه 10 علامات تدل على أن والديك قد يجعلونك تشعر بالاكتئاب. أولا، الإفراط في النقد أو إصدار الأحكام. إذا كان والداك ينتقدونك أو يحكمون عليك باستمرار، فقد يكون ذلك مرهقا عاطفيا ويؤدي إلى الشعور بعدم الكفاءة وانعدام القيمة. ثانيا، إنهم يتحكمون أو يتلاعبون. إذا حاول والدك التحكم في كل جانب من جوانب حياتك أو التلاعب بك للقيام بالأشياء بطريقتهما، فقد يكون ذلك مرهقا عاطفيا ويؤدي إلى مشاعر الاستياء واليأس. ثالثا، بعيدين عنك عاطفيا. إذا كان والداك بعيدين عاطفيا أو غير متاحين، فقد يكون من الصعب الشعور بالدعم والرعاية، مما قد يساهم في الإصابة بالاكتئاب. رابعا، مهملين. إذا كان والداك مهملين أو غير مشاركين في حياتك، فقد يجعلك ذلك تشعر بالوحدة وعدم الدعم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة. خامسا، مسيئين وعنيفين. إذا كان والداك مسيئين أو عنيفين، فقد يتسبب ذلك في صدمة عاطفية كبيرة ويساهم في تطور الاكتئاب وحدة في المزاج. سادسا، إنهم يفرطون في الكمال. إذا وضع والداك توقعات غير واقعية وضغطا عليك لتكون مثاليا، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الكفاءة والقلق، مما قد يساهم في الإصابة بالاكتئاب. سابعا، يتشاجرون أو يتجادلون باستمرار. إذا كان والداك يتشاجران أو يتجادلان باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى خلق بيئة سامة ومرهقة لك. ثامنا، هم غير مستقرون عاطفيا أو غير منتظمين. إذا كان والداك غير مستقرين عاطفيا أو عرضة لتقلبات المزاج، فقد يكون من الصعب معرفة كيفية التعامل معهم، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالارتباك والاحتباط. تاسعا، غير مسؤولين ماديا. إذا كان والداك غير مسؤولين ماليا وكانا مدينين باستمرار أو يكافحان لتغطية نفقاتهم، فقد يخلق ذلك شعورا بعدم الأمان وعدم الاستقرار. وعاشرا، إنهم لا يدعمون أهدافك وأحلامك. إذا كانوا لا يدعمان أهدافك وأحلامك، فقد يكون ذلك محبطا ويؤدي إلى الشعور باليأس والإحباط. من المهم أن تتذكر أن هذه مجرد علامات قليلة، وأنه من الممكن لوالديك أن يظهروا بعضا من هذه السلوكيات دون أن يساهموا بالضرورة في اكتئابك. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من الاكتئاب وتعتقد أن علاقتك بوالديك قد تلعب دورا، فقد يكون من المفيد التحدث إلى معالج أو مستشار حول مخاوفك. شكرا على المشاهدة، وآمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا. إذا كان لديك أي أفكار أو علامات أخرى لإضافتها إلى هذه القائمة، يرجى مشاركتها في التعليقات أثناءها. دمتم سالمين.